بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعرف الناس ازاي تعمل انضمام لجروبات كتير على الفيسبوك ويكون عددها كبير علشان تقدر تحدد مبيعات اكتر في اليوم. تمام. وهنعرف الناس في اخر الفيديو ازاي تعرض المنتج بتاعها على الماركت بليس وبعد كده تخش تشارك المنشور ده او عرض المنتج ده في جروبات كتير اكتر من ال21 جروب اللي الفيسبوك بيحددهولك. في ناس بتعرض المنتج في اكتر من 150 جروب، وده بيخلي مبيعاتك تكون اكتر بكتير من ان انت تعرض على الماركت بس او على الماركت وثلاث اربع او خمس جروبات. معلش يا جماعة، الموضوع محتاج اهتمام شوية ومحتاج نشر كتير، وده طبعا مجاني من غير اعلانات ممولة ولا الكلام ده كله، علشان بس الناس تقدر تحسن دخلها وربنا طبعا يرزق الجميع. مبدئيا كده احنا بنخش على جوجل، عندنا بنكتب في البحث فيسبوك بيع وشراء وبعدها بنكتب المحافظة زي ما انتوا شايفين كده في المربع اللي فوق ده. تمام. بيجي لك الجروبات بتاعت الفيسبوك، لازم تكتب كلمة فيسبوك الأول وبعدها بيع وشراء وبعدها المحافظة، وليكن أي محافظة. احنا بنكتب الإسماعيلية هنا وبعدها ساعات بنكتب مثلا أي محافظة تانية زي ما انتوا شايفين فيسبوك بيع وشراء أسيوط، بعدها اسكندرية، أي حاجة بتكتبها انت عايز تكتبها مثلا بيجي لك الجروبات فيها. وطبعا هنكتب المحافظات كلها لأن الشغل بتاعنا بيعتمد على شحن للمحافظات كلها، ولازم ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كده في الأول نخش على أول جروب، وطبعا لازم يكون فاتحين الفيسبوك لايت، مش الفيسبوك العادي الكبير اللي هو الأزرق، لا لازم نحمل الفيسبوك لايت لأن الخطوات دي معتمدة على الفيسبوك لايت مش الفيسبوك الكبير. تمام. ودي نقطة مهمة جدا لأن أي خطوة غير كده مش هتنفع، هتيجي تلاقي فيه مشكلة عندك. تمام. الجروب ده لما دخلنا من على جوجل على طول واحنا فاتحين الاتنين اهو زي ما انتوا شايفين الفيسبوك لايت وفاتحين الجوجل. تمام. علشان هنعمل كده نخش هنا على جوجل في البحث اللي احنا بحثنا عنه هيجي لنا الجروبات زي ما انتوا شايفين كده. تمام. طيب وبنقوم دايسين على طالما احنا فاتحين الفيسبوك لايت زي ما انتوا شايفين اللايت يا جماعة. تمام. زي ما احنا شفنا جوجل اهو عندنا الفيسبوك لايت. لما بندخل على الفيسبوك على جوجل، معلش انا اسف، وبندوس على الجروب بيقوم مدخلنا على الفيسبوك لايت على الجروب على طول. تمام. معلش الكلام فيه شوية لخبطة في البداية بس هنفهم من الخطوات في الفيديو. كراكيب الإسماعيلية زي ما انتوا شايفين 91,000 عضو. طيب هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نخش في جروبات تكون عددها كبير علشان نقدر نوصل لمبيعات كتيرة. يعني ما نخشش جروب فيه مثلا 700 او 800 او حتى 5000، احنا عايزين جروبات يكون فوق ال30,000 عضو. هتلاقي مكتوب هنا. تمام. احنا طبعا عشان اشتركنا في الجروب ده هتلاقي مكتوب دعوة وزي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. انت لما بتفتح الجروب بتلاقي الانضمام الى المجموعة بتدوس عليها بتلاقيها مكتوبة هنا. تمام. وبعد كده بترجع على طول على جوجل البحث بتاعك وبتخش على اللينك اللي بعده بيفتح لك جروب تاني بيع شراء اوليكس، هتلاقي 95,000 عضو. بتدوس الانضمام الى المجموعة وترجع تاني على البحث بتاعك بترفع تدخل على الجروب اللي بعده بيع وشراء 28,000 عضو اهو، احنا انضممنا للمجموعة. بعديها تخش على اللي بعده كراكيب وعلى نفس الوضع. طبعا هنا انضمام الى المجموعة اهي لان احنا ما عملناش انضمام للجروب ده لان في 3000 بس وده بيكون التفاعل فيه قليل، فاحنا عايزين ننضم لجروبات زي ما قلنا اكتر من 30,000. تمام. وهكذا في كل محافظة بنعمل نفس النظام. يعني عايزين نعرض في اسيوط او اي محافظة اخرى مثلا اسكندرية، هتلاقي مكتوب هنا عندك يمكنك البيع والشراء في الاسكندرية فيسبوك ماركت بليس. ده مش هندوس عليه لان لو دوسنا عليه هيوديك للماركت بليس اللي هو بيتعرض فيه المنتجات. لا خلينا على الجروبات. يعني زي كده هتلاقي فيسبوك بيع وشراء عقارات اسكندرية. احنا مش عايزين عقارات ولا سيارات ولا شقق، احنا عايزين الجروبات اللي هي بيع وشراء زي اللي احنا شفناها في الاسماعيلية. تمام. وهكذا بنعمل في اسيوط واسكندرية. وهنخش مثلا هنقول السويس وندوس في البحث هيجي لك الجروبات زي ما انتوا شايفين كده، بتدوس عليها بيوصلك للجروب وانت فاتح الفيسبوك لايت. لازم تكون فاتح الاتنين كده مع بعض علشان تتنقل بينهم. تمام. معلش الفيديو طويل شوية بس عشان نكون عرفنا الناس كل حاجة. كراكيب السويس زي ما انتوا شفتوا احنا عملنا انضمام 37,000 عضو وبنرجع كده تاني
وبنخش بعديها بيع وشراء اهالي السويس 13,000، برضو دوسنا انضمام. بس بقى بوضح للناس ان المفروض يكون فوق ال20,000 30,000 لان التفاعل يكون اكتر. طبعا ده على حسب خبرة كل واحد وحسب الملل بتاع كل واحد بيسوق. يعني لو انت بتعرض في منتجك في جروبات كتير، تمام، هتلاقي التفاعل بقى اكتر والجروبات كلها بتتفاعل معاك وبيبقى فيه ان شاء الله بيع وشراء. تمام. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنخش على الماركت بليس من الفيسبوك لايت. يا جماعة الفيسبوك لايت اللي هو ده مش الفيسبوك العادي. انت خلاص نشرت المنتج بتاعك مثلا في الفيسبوك اللي هو العادي الكبير، تمام. طالما نشرناه في الفيسبوك العادي الكبير بتاعنا، بنخش مثلا على حاجة زي دي. احنا عندنا معروضة مثلا ب80 او ب90، وليكن احنا عرضناها على الماركت التاني خلاص. بتخش تعمل تدوس على الاعلان عرض للبيع في مزيد من الاماكن. بتلاقي الجروبات اللي انت مشترك فيها قدامك كلها زي ما انت شايف كده. بتقعد تحدد الجروبات. في النقطة دي بالذات لازم تحدد 10 جروبات فقط، لان لو جينا نحدد اكتر من 10 بص هيحصل ايه. المنتج بتاعك مش هيتعرض في اي حتة. احنا كده حددنا اكتر من 10 جروبات. لو دوسنا هنا نشر، هتلاقيه كاتب لك فوق تم النشر في 0. مش هيتعرض في ولا جروب من اللي احنا حددناه زي ما انتوا شايفين هنا كده اهو. طب هنعمل ايه؟ لازم نحدد 10 ب10. تمام. هنلغي كل ده ونحدد 10 جروبات بس. ومع كل اعلان احنا ناشرينه هنعمل نفس النظام زي ما انت شايف كده. احنا حددنا شوية وهندوس نشر. تم النشر في 8 من الاماكن. وبس كده. هتبدأ بقى في كل اعلان ترجع لكل اعلان زي ما انت شايف كده. هندوس على ده. طبعا انت شايف العدد هنا اهو. تم العرض للبيع في 132 من الأماكن، وهنا 88 من الأماكن. في كل إعلان هنعمل نفس الخطوات. تمام كده. يا رب تكونوا استفدتوا.